السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب في أول سيشن معانا من البيزكس كورس من يوستيم أكاديمي. معاكم دكتور أحمد عبد المقصود، بإذن الله أكون معاكم على مدار السنة كإنستراكتور الإنجليش، وطبعا بما إن أنا اللي بكلمكم فأكيد السيشن دي هتبقى سيشن إنجليش. طيب عشان الموضوع ممكن يبقى كونفيوزنج شوية، فأنا حابب بس في ثانية كده أوضح لكم نظام كورس البيزكس هيبقى عامل إزاي عشان الدنيا تبقى واضحة بالنسبة لكم. يعني الموضوع ممكن يبقى كونفيوزنج شوية إن إحنا شغالين 5 مواد فهيتنظموا إزاي. هقول لك والله ان الدنيا بتمشي اسبوع واسبوع. يعني ايه؟ يعني بيبقى معانا اسبوع انجلش واسبوع ساينس. فاول اسبوع معانا في الكورس اللي هو هيبقى اسبوع الانجليش، بنبدا فيه بينزل سيشن اساسيه، المين سيشن اللي احنا بنشتغلها دلوقتي حالا. هنشرح فيها شويه سكيلز، هنطبق على الكلام اللي احنا اخدناه، وبعدين في اخر السيشن دي بينزل اساينمنت. طيب بتحل انت الاساينمنت ده، وبعدين بيترفع لك اجابات الاساينمنت في اخر الاسبوع. وكده الاسبوع خلص. وكده الاسبوع خلص. الاسبوع اللي بعده اسبوع الساينس، فبيحصل نفس الكلام بالظبط. عندنا سيشن مين، المين سيشن دي بنشرح فيها السكيلز، بنشرح فيها بنطبق على الكلام اللي احنا شرحناه، وبعدين بينزل لك اساينمنت. حل الاساينمنت بينزل في اخر الاسبوع، وبكده نبقى خلصنا ونرجع تاني للانجليش وهكذا. فهو ده كده النظام باختصار عشان تبقوا فاهمين الدنيا هتمشي ازاي. فاول اسبوع عندنا هيبقى اسبوع انجليش، واول سيشن عندنا تبقى سيشن انجلش. طيب هنتكلم عن ايه في السيشن دي؟ هقول لك والله ان احنا عايزين نتكلم عن الرود ماب بتاعت الكورس، اللي هو اولا يعني نبذه سريعه عن الكورس بتاعنا على مدار السنه هيبقى عامل ازاي. ان احنا عندنا 4 بارتس، كل بارت سريعا جدا بس نعرف هو ايه، وبعدين هنتكلم عن كورس البيزكس بالتفصيل نفهم ايه هي الديتيلز بتاعته. بعدين كمان عايزين نتكلم عن شكل الامتحان يو ار تي الانجليش، لان انت دلوقتي لما بتبقى بتتدرب على الامتحان انت لازم تعرف انت بتتدرب لايه. يعني انا مش هقعد اديك كلام وانت مش عارف اصلا شكل امتحانك النهائي بيبقى عامل ازاي. فانت لازم اي قطعه يو ار تي انت بتحلها او اي تدريب انت بتتدرب عليه لازم يبقى في دماغك الهدف بتاعك ايه. الهدف بتاعك النهائي هو الامتحان بتاع الفاينل بتاعك، فانت لازم تعرف شكله عامل ازاي عشان تبدا تنظم تدريبك على السياق ده. طيب وبعدين بقى هنبدا نخش بقى في المنهج بتاعنا. يعني اول اتنين دول مجرد مقدمات باذن الله، مش هنطول فيهم كده، يعني 10 12 دقيقه، عشان انا عايز اول سيشن دي بما ان هي اول حاجه خالص وهي بدايه الكورس بتاعنا، فعايزه تبقى حاجه كده خفيفه وظريفه وسريعه عشان ما يبقاش فيه اي يعني صعوبه عليكم بالذات من الاول. فهنتكلم عن دول كده سريعا جدا، وبعدين هنبدا بقى نخش في الكلام المهم بتاعنا. هنتكلم على ايه هي انواع الاستراتيجيز اللي هنشتغلها على مدار الترم الاول كله، مش بس على مدار كورس البيزكس بس. هنتكلم على الحاجه بقى الاساسيه اللي انا عايز اتكلم عنها النهارده، اللي هي الباسج ستراكشر. ايه هو الاستراكشر بتاع الباسجات اللي بتقابلنا في تدريبنا على اليو ار تي، وازاي نفهمها وازاي نفصص الباسج دي بشكل مظبوط، وبعدين هنتدرب على الكلام اللي احنا قلناه من خلال حل مجموعه من القطع من الكتاب بتاعنا. طيب خلينا نبدا. اول حاجه قلنا عايز اتكلم عن الرود ماب بتاعت الكورس. احنا قلنا اولا ان الكورس بتاعنا على مدار السنه عندنا 4 اجزاء. اولهم اللي هو جزء البيزكس ده اللي احنا شغالين فيه حالا، ده اول جزء عندنا. واخرهم هو جزء الفاينل ريفيجن اللي هو بنبدا ان احنا نحل فيه امتحانات. طيب بعد بارت 1 بيبقى فيه بارت 2 بالمنطق، يعني برضه بنكمل فيه شغل السكيلز، بس السكيلز الاصعب شويه والسكيلز المتقدمه شويه. بعدين بيبقى معانا بارت 3 بنبدا هو بارت الحل. بنبدا بقى نركز جدا على الحل، بنجمع كل السورسات اللي احنا ما اشتغلناهاش لحد دلوقتي، بنبدا نكثف جدا جهوداتنا في الحل، وبعدين في النهايه الفاينل ريفيجن بيبقى فيه مراجعه على كل السكيلز اللي احنا قلناها من اول السنه، وكمان بيبقى فيه حل الامتحانات السابقه كلها. ده كده باختصار شديد ازاي احنا بنخطط السنه بتاعتنا. طيب زي ما لسه قايل حالا الكورس فيه جزء انجلش وجزء ساينس، وهي دايما بتبقى الترنيتيف. يعني ايه؟ يعني سيشن انجلش اساينمنت بتاعها حل الاساينمنت، بعدين سيشن ساينس الاساينمنت بتاعها حل الاساينمنت، وهكذا. فلما اقول كلمه سكيلز، كلمه السكيلز دي مفيش حاجه واحده مثلا لليو ار تي كله، لا الانجليش ليه السكيلز بتاعته، وليه المهارات بتاعته، وليه التدريب بتاعه، وليه القطع بتاعته، والكتاب حتى بتاعه. والساينس نفس الكلام، الساينس برضه ليه السكيلز والاستراتيجيز والكتاب بتاعه والقطع بتاعته وهكذا. فالكورس بتاعنا مقسوم جزئين، في جزء انجلش وجزء ساينس، ودي حاجه انت لازم تاخد بالك منها جدا. ان كلامنا لما نتكلم ان جنرال ان في حاجه اسمها سكيلز، لا الكلام ده بينطبق هنا وبينطبق هنا. طيب البيزكس كورس هنعمل فيه ايه؟ عايزين نشرح البيسك استراتيجيز اند سكيلز، لان هو من اسمه هو كورس البيزكس. الكورس نفسه زي ما قلت هيبقى فيه 6 سيشنات اساسيه، وهيبقى فيه 6 اكسترا سيشنز اللي هي بتاعت الاوفلاين. يعني سيشن انجلش اساسيه اللي هي المين سيشن، ينزل بعدها سيشن اساين. سيشن ساينس اساسيه ينزل بعدها سيشن الاساينمنت، وهكذا. طيب ده كده الرود ماب سريع. عايزين بقى نعرف اليو ار تي انجلش اكزام ده عباره عن ايه. فهنعرف اولا ان هو احنا عندنا قطع وعليها اسئله. ده يعني ابسط حاجه انا ممكن اقولها، قطع باسئله. طيب كم قطعه بالظبط؟ عندنا 5 قطع، كل قطعه بيبقى عليها 10 اسئله، يعني توتال 50 سؤال. انا معايا 90 دقيقه اللي هي ساعه ونص، يعني القطعه الواحده بيبقى ليها 18 دقيقه. طبعا بيبقى في وقت تظليل ووقت بقى بيضيع في حاجات مختلفه، اللي نمضي حضورنا نعمل بتاع، فيعني اون افريج القطعه الواحده مثلا تاخد لها 15 ممكن 16 دقيقه. طيب انت كده، انا ليه بقول لك الكلام ده؟ انا بقول لك الكلام ده عشان انت تبقى عارف ان على مدار السنه انت محتاج ان مثلا في شهر 4 ولا في شهر 5 تبقى بتحل قطعتك
في 15 دقيقه. انت دلوقتي ممكن تبقى بتحل في نص ساعه، مش مشكله، بس انا بكلمك بقى ايه، ان كل واحد فيكم هنبدا باذن الله نحل بوقت، وهنبدا نظبط وقت لنفسنا ونشوف كل واحد بياخد وقت قد ايه، ومع الوقت هنبدا ان احنا نقلل تدريجيا التايم يوسج بتاعتنا. يعني مثلا باذن الله الاساينمنتس بتاعتنا ممكن اول اساينمنت او اتنين مش هيبقى فيهم اي وقت خالص. ليه؟ لان انا هدفي الاساسي ان انا عايز ادربك على مين؟ عايز ادربك على الاستراتيجيز بتاعتي. فانا عايزك تبقى فاهم الاستراتيجيز كويس، فاهم السكيلز كويس، وبتعرف ان انت تطبقها. طيب وبعدين هنبدا نحط وقت. طيب لما اجي احط لك وقت هحط لك 18 دقيقه على كل قطعه؟ لا، هحط لك 25 دقيقه، وتبدا ان انت تحل عشان يبقى معاك وقت مستريح خالص. وبعدين مع الوقت ال 25 دي هتبقى 20، وال 20 هتبقى 18، وال 18 هتبقى 15. طيب ما انا في الامتحان بيبقى ليه 18 دقيقه، هقول لك ايوه انت بتتدرب وانت قاعد في بيتك، بتتدرب على ال 15 دقيقه عشان لما تخش الامتحان يبقى معاك وقت ازيد كمان من اللي انت متعود عليه. فالوقت هيبقى ماشي كده. فانا ليه بقول كده؟ انا بقول كده عشان في كتير منكم دلوقتي يبقى بيفكر انا اظبط لنفسي وقت قد ايه. هقول لك اصلا دلوقتي يعني الشهر ده كله ما تظبطش لنفسك وقت في اي حاجه، ولا انجلش ولا ساينس. حل وافهم السكيلز وافهم الاستراتيجيز بتطبق ازاي، وبعدين لما تفهمهم وتحس ان انت بقيت متمرس فيهم شويه نبدا نظبط لنفسنا وقت. طيب حاجه كمان عن امتحان اليو اف تي بتاعنا، ان هو سيميلر للاي سي تي ريدنج سيكشن، او هو اصلا متاخد فكرته من الاي سي تي ريدنج. طيب هو سنه عن سنه اللي انت بقى محتاج تعرفه، ان سنه عن سنه هو بيبعد اكتر واكتر عن الريدنج سيكشن. يعني في 2014 مثلا او 2015 الامتحان كان شبه الريدنج سيكشن، بعدين سنه عن سنه بدا ان هو يبعد عن الريدنج واحده واحده لحد ما دلوقتي امتحاننا النهارده وامتحان الاي سي تي مش شبه بعض تماما. يمكن الشبه الوحيد ما بينهم ان هما الاثنين فيهم ايه؟ ان هما الاثنين فيهم قطع وعليها اسئله، بس انواع القطع اللي بتيجي في الاي سي تي مختلفه عن انواع القطع اللي بتيجي في امتحاننا. مستوى الصعوبه، نوع الصعوبه، لان مش كل الامتحانات بتبقى صعبه بنفس الطريقه، او مش كل القطع بتبقى صعبه بنفس الطريقه، لا في انواع صعوبه. طيب هل نوع الصعوبه بتاع الاي سي تي مختلف عن نوع الصعوبه بتاع اليو ار تي بتاعنا؟ هقول لك ايوه. فعشان كده الاي سي تي مش احسن سورس للتدريب بالنسبه لنا. ممكن نحل منه وهنشتغل منه باذن الله في الكورس، بس مش دلوقتي خالص. الكلام ده قدام، لان الاي سي تي صعب مش سهل. فاحنا حاليا بنشتغل، وهقول لكم حاليا احنا بالظبط ايه السورسات اللي بنتدرب منها. بس احنا حاليا الاولويه بالنسبه لنا مش الاي سي تي ريدنج. اللي عايز يحل ما تبداش تحل بالاي سي تي ريدنج، لان هو زي ما قلت بعيد شويه عن الامتحان. طيب هنيجي لنقطه رابعه، انا لو انا عايز احضر الامتحان يقف في الانجليش بتاعي، انا بتدرب او بحل منين؟ هقول لك والله ان في سورسات كتير جدا ممكن ان انت تحل منها. البراكتس ماتيريالز بتاعتك ايه؟ طبعا اهم حاجه اللي منكم عايز بس يعني يشوف شكل الامتحان بتاعه هيبقى عامل ازاي، تبص شويه على البريفيوس اكزام تفهم شكل الامتحان عامل ازاي، تفهم صعوبه القطع اللي بتيجي لك في الامتحان بتبقى عامله ازاي. والحاجه اللي انا كنت لسه قايلها في السلايد اللي فاتت على طول، ان صعوبه القطع بتبقى في مستوى صعوبه جريد 10. يعني ايه؟ مش جريد 10 يعني طالب في اولى ثانوي يحلها، لا. احنا في الكتاب عندنا، والكلام ده هوريه لكم حالا لما نفتح الكتاب ونبص فيه. الكتاب عندنا احنا مقسمين لك قطع الانجليش لليفلات، او مقسمينها لمستويات، بادئين من ليفل 8، ليفل 9، ليفل 10، ليفل 11، وفي حتى ليفل 12. طيب يبقى انا كده دلوقتي معايا خمس مستويات. الامتحان بيجي فيه قطع من ليفل 8، ايوه. بيجي من ليفل 9، ايوه. بيجي من 10، ايوه. 11، ايوه. 12، ايوه. او لا، ما جاش من 12 خالص الحقيقه، هو 8 و9 و10 و11. طيب بيجي منهم بنفس المستوى؟ هقول لك لا. اغلب القطع اللي بتيجي بتبقى في مستوى ايه؟ ليفل 10. في شويه بيجي من 11، شويه بيجي من 9، ونادرا ما بيجي من. فيبقى احنا الافرج بتاع الصعوبه بتاعتنا بيبقى من ليفل 8 طبعا، من ليفل 10. طبعا الكلام ده ملوش معنى بالنسبه لك لان انت ما فتحتش الكتاب ولسه ما بصيتش على شكل القطع عندنا، ولسه ما بصيتش على يعني ايه ليفل 10 ويعني ايه ليفل 9 ويعني ايه ليفل 8. بس الكلام ده يعني اعرف المعلومه دلوقتي وهتوضح لك مع الوقت لما تبدا تحل قطع بمستويات صعوبه مختلفه، وتبدا تعرف بالظبط شكل امتحانك عامل ازاي. طيب فالمهم يعني اللي منكم عايز يحل دلوقتي، واللي منكم عايز يسبق يزيد عن الكورس، لان حاليا بالنسبه لي المطلوب منك دلوقتي هو الكلام اللي احنا بنشتغل في الكورس. اللي منكم عايز يزود مفيش مشكله، ممكن تبص على بريفيوس اكزامز، ممكن تبص على السورسات اللي احنا اصلا محضرين منها الكتب بتاعتنا، اللي هي مين؟ عندك سورس زي انجلش فور ايفري ون، عندك ريد ثيري، عندك اي ريدنج ورك شيتس، عندك التوفل، وعندك كمان كتاب اسمه براكتيكال فاستر ريدنج. كل دي سورسات ممكن ان انت تبص عليها لو عايز تبدا تسبق وتبدا تحل زياده في الفتره دي. طبعا زي ما قلت لك انت مش مطلوب منك تسبق، انت مش محتاج تعمل حاجه زي كده. احنا الحمد لله شغالين في اليو ار تي بقى لنا 4 سنين. فاحنا احنا حاطين لك خطه باذن الله، الخطه دي جربناها واشتغلت ونفعت مع ناس كتير جدا، واحنا عارفين بالظبط امتى تبدا خفيف، تبدا مجرد بس افهم بس السكيلز، افهم الاستراتيجيز، بعدين تبدا تكثف الحل، امتى تكثف جامد، امتى تريح شويه، امتى تكثف تاني، وهكذا. فاحنا الحمد لله زي ما قلت لك احنا شغالين بقى لنا 4 سنين وعارفين بالظبط الفورميولا بتمشي ازاي. فاللي منكم عايز يمشي على اللي احنا بننزله بالظبط، وعلى اللي احنا بنقوله بالظبط، وعلى كتاب على يعني كتبنا بالظبط، ما فيش اي مشكله. طيب اللي منكم عايز يسبق، ادي يا عم كل السورسات اهي قدامك، مش هنبخل عليك باي حاجه. اللي ما عندوش اصلا سورسات من فايل اي ريدنج يبعت لي وادي له القطع. اللي ما عندوش سورسات من انجلش فور ايفري ون يبعت لي وادي له القطع بتاعتي.
بس المهم ايه، ان انت كل السورسات دي موجوده عندك، تحل منها زي ما انت عايز لو انت حابب تسال. طيب دي كده كانت المقدمه بتاعتي. اخر حاجه بقى انا هقولها قبل ما اخش في موضوع السيشن بتاعنا، هي انواع الاستراتيجيز اللي موجوده عندنا. ليه انا عايز اقول كده؟ لان لما انا قاعد اقول سكيل، ان انا هعلمك سكيلز تساعدك في حل القطع، هعلمك استراتيجيز تساعدك في حل القطع، الكلام ده انا اقصد بيه ايه اصلا؟ انت لازم تبقى فاهم يعني ايه اصلا سكيل. يعني ايه اقول لك ان في السكيل اللي بتساعدك في السؤال الفلاني، او سكيل اللي بتساعدك في فهم القطعه الفلانيه، انت لازم تبقى فاهم الكلام ده معناه ايه. فاقول لك والله ان الاستراتيجيز اللي احنا بنشتغل عليها في الكورس هتبقى مكونه من ثلاث انواع. في سكيلز بتساعدك في فهم القطعه، عشان كده احنا سميناها باسيف كومبريهنشن سكيلز، بتساعدك في ايه؟ فهم القطعه، في الكومبريهنشن بتاع الباسيف. في سكيلز ثانيه بتساعدك في انواع معينه من الاسئله، وفي سكيلز بتساعدك في التايم مانجمنت. طيب يعني ايه برضه؟ يعني على سبيل المثال، في الانجليش، طبعا احنا هنا بنتكلم عن الانجليش بس، هيبقى في نفس الكلام ده بالظبط هنقوله على الساينس مع دكتور عبد الرحمن. طيب خلينا زي ما قلت نتكلم عن الانجليش. الباسج كومبريهنشن سكيلز هي ان انت مثلا تعرف ايه هي انواع القطع اللي بتيجي في الامتحانات. يعني مثلا الامتحانات اللي فاتت كلها من اول 2017 لحد 2000، لحد اجدد امتحان موجود عندنا، لان انت عارف بقى طبعا الامتحانات يعني بتبدا كل سنه، خلاص بيزيد عندنا الامتحان الجديد، بس ما حدش عارف هو بينزل امتى يعني. بس من اول 2018 لحد اجدد امتحان موجود عندك، احنا عندنا مثلا خمس ست قطع اللي بيكرروا في كل الامتحانات. عندنا قطع الناريتيف اللي بقى لها فتره بدات ان هي تزيد في الامتحانات بتاعتنا، قطع قصصيه بيحكي لي قصه. عندنا القطع الانفورماتيف اللي هي اشهر نوع في كل الامتحانات السابقه بلا استثناء. عندنا القطع الارجيومنتيف او البرسويسيف. عندنا حاجات بتبقى اناليتيكال او ساينتفك، عندنا حاجات بتبقى هيستوريكال، عندنا يعني انواع قطع مختلفه. كل الكلام ده احنا هنشتغل عليه ونقول طيب ايه الفرق في التعامل ما بين القطع الانفورماتيف والقطع الهيستوريكال مثلا. لا في فرق كبير، وهنعرف ايه هو الفرق ده. طيب كل قطعه من دول انا هديك عليها حاجه زي التشيك ليست. يعني ايه تشيك ليست؟ يعني مجموعه من الاسئله ان انا لو قابلت قدامي قطعه انفورماتيف، اولا اعرفها ازاي. ازاي اعرف ان القطعه اللي قدامي دي انفورماتيف ولا برسويسيف ولا ارجيومنتيف ولا كذا ولا كذا؟ ازاي اعرف نوعها؟ وبعدين هتستخدم التشيك ليست. اول ما تعرف نوعها تستخدم التشيك ليست اللي هي ايه؟ انا دلوقتي قدامي قطعه، ما ينفعش اسيبها من غير ما اجاوب على الاسئله اللي في التشيك ليست بتاعتي. يعني على كل قطعه هيبقى معاك اربع اسئله او خمس اسئله على حسب نوع القطعه. القطعه دي مش هتخلص الا لما اجاوب على الخمس اسئله دول. فمن الاخر الخمس اسئله بتمثل ايه؟ بتمثل معيار لفهمك للباسج. هل انا فهمت الباسج اللي قدامي دي ولا لا؟ طيب اللي فهم الباسج هو اللي هيعرف يجاوب على الخمس او على الاربع خمس اسئله. اللي ما فهمش مش هيعرف يجاوب عليه. طب انا جاوبت على سؤالين او على ثلاثه، لا معلش ارجع اقرا القطعه تاني لحد ما تقدر ان انت تجاوب على كل الاسئله اللي قدامك، لان هو ده المعيار اللي بيؤكد لي ان انت فهمت القطعه. فهو ده اللي انا اقصده لما اقول انواع القطع. يعني ايه لازم نتكلم في انواع القطع؟ ان انت تبقى فاهم كل نوع قطعه انت محتاج تخرج منه بايه بالظبط. طيب هكلمك كمان عن الباسج ستراكشر، تركيب القطع اصلا بيبقى شكله عامل ازاي. وده اصلا اللي انا هتكلم عنه في السيشن دي، ومش مش عايز اتكلم عنه دلوقتي، ان انا خلاص زي ما قلت لك هو موضوع النص ساعه او الساعه الجايه، وهنوضح بالظبط هو ليه مهم، وهنوضح هو ليه مفيد وازاي نفهمه والكلام ده كله. فانا هكلمك على الباسج ستراكشر، هكلمك عن ايه هي المين ايدياز، ايه هي السبورتنج ايدياز، ايه الفرق ما بينهم، ازاي الكلام ده بيساعدني، ازاي استخرجه. كل الكلام ده هنتكلم عنه في السيشن بتاعت النهارده. الباسج تايبس مش النهارده بس، اول جزئين دول هم الكونتنت الاساسي بتاعنا النهارده، ودي الحاجات الاساسيه اللي احنا عايزين نتكلم عنها. طيب غير كده احنا عندنا سكيلز ثانيه متعلقه بايه؟ متعلقه بانواع الاسئله اللي بتتكرر. زي مثلا بيتكرر عندنا اسئله كتير اللي هي السينونيمز والانتونيمز. زي مين؟ زي الصوره اللي هنا. كل دي اسئله مخرجينها من امتحانات، واللي منكم اتفرج على الفيديو اللي شرحنا فيه كورس البيزكس هيمشي ازاي هيبقى عارف الاسئله دي كويس. الاسئله دي زي ما قلت لك كلها من امتحانات. يقول لك السينونيم بتاع الكلمه الفلانيه، السينونيم بتاع الكلمه الفلانيه، معنى الكلمه الفلانيه، الانتونيم او عكس الكلمه الفلانيه. انا مخرج لك هنا اربع صور. في الحقيقه انت لو عايز تخرج 20 صوره هتعرف ان انت تخرج 20 صوره بسهوله كمان. الاسئله دي بتتكرر في الامتحانات بصوره لا توصف. في امتحان من الامتحانات السابقه كان فيه تقريبا حوالي 11 او 12 سؤال سينونيمز وانتونيمز بس. يعني تقريبا خمس درجاتك في الامتحان متعلقه بسيشن واحده. لو اتفرجت عليها وعرفت ان انت تطبقها او تطبق المعلومات اللي فيها بشكل مظبوط، انت ممكن تجيب 10 اسئله كاملين، والسؤال في اليو ار تي الانجليش بدرجه. يعني احنا بنتكلم في 10 درجات. 10 درجات ده فرق ما بين السماء والارض حرفيا. يعني انت افتح فايلات الدرجات بتاعت اي سنه فاتت وشوف ال 10 درجات دي توديك من فين لفين، تنقلك من انهي مركز لانهي مركز. فاسئله السينونيمز والانتونيمز واحده من اكتر الاسئله اللي بتتكرر كتير في الامتحانات. عندنا مثلا حاجه زي اسئله المين ايدياز. يجي يقول لي ايه مثلا؟ يجي يقول لي المين ايديا بتاعت الباسج، المين ايديا بتاعت الفرد، البيست تايتل فور ذا باسج.
البيربس اوف ذا باسج، يعني الباسج اللي قدامي دي اتكتبت ليه؟ الكاتب بيحاول يوصل لي ايه هي الرساله اللي الكاتب بيحاول يوصلها لي من كتابته للباسج دي. فكل الكلام ده هنتكلم عنه، اسئله السينونيمز والانتونيمز هنتكلم عنها، اسئله المين ايدياز هنتكلم عنها، اسئله التون اوف ذا اوثر اللي هي ما بتجيش، يعني مش ما بتجيش كتير يعني، لا هي تقريبا جت في اكتر من امتحان، بس يعني اعدادها قليل، ممكن هتيجي مره او مرتين في الامتحان بتاعك. بس ستيل اسئله اغلب الناس اصلا ممكن تبقى ما شافتهاش قبل كده، يعني لحظه دخولهم من الامتحان هو ما شافش قبل كده اصلا سؤال تون اوف ذا اوثر. فانت بتتكلم ان انت لو مش عارف السؤال ده انت ممكن تجيب صفر من اثنين او صفر من ثلاثه بمنتهى السهوله. فلا، اتعلم السؤال ده تحله ازاي، انت معاك 3 درجات. اتعلم اسئله السينونيمز والانتونيمز تحلها ازاي، انت معاك 10 درجات. اسئله المين اي دي انت معاك 5 درجات مستريح. شوف انا قاعد بعد لك كام درجه ممكن تجيبهم من الامتحان بتاعك لو بس اتعلمت السكيلز دي وطبقتها انت اكتر من مره واتدربت عليها اكتر من مره. انت بتتكلم في حوالي جمعنا بتاع 18 ولا 20 درجه من 3 انواع اسئله بس. غير كده عندنا الانفرنس كويستشنز هنتكلم برضو باذن الله عنها. الكلام ده مش هيبقى في بارت 1. وخد بالك انا الحاجات اللي بقولها لك هنا مش كلها هنتكلم عنها في بارت 1، في منها اللي هنتكلم عنه في بارت 1 وفي منها اللي هنتكلم عنه في بارت 2، لان السكيلز عندنا كتيره وزي ما قلت لك احنا شغالين انجلش وساينس. فانا لو بارت 1 ده كان كله انجلش ماشي نخلص كل حاجه، بس احنا عندنا انجلش وساينس لازم نيجي فيهم بايه؟ لازم يبقى في توازن. فاحنا مش كل الحاجات اللي هتشوفها هنا هتشوفها في بارت 1، كتير منهم هتشوفه في بارت 1 بس مش كله. اخيرا عندنا التايم مانجمنت سكيلز اللي هي امتى تعرف تقرا بسرعه، امتى تركز وتبطأ كده وانا عايز افهم كل كلمه. لان دي مودز، انا امتى في مود انا هفهم كل كلمه وكل حرف وهقرا بتركيز جدا، امتى انا في مود اني عايز اعمل سكيمنج، امتى في مود اني عايز اعمل سكيبنج اصلا ان الحته دي مش مهمه، الجمله دي مش مهمه اخش على الجمله اللي بعدها. كل الكلام ده هنتكلم عنه. و برضو التايم مانجمنت سكيلز دي هتلاقيها مور بروناونس او هتلاقيها موجوده اكتر في امتحانات الساينس. ليه انا بقول لك كده؟ لان امتحانات الساينس وهنشوف الكلام ده مع دكتور عبد الرحمن، انت بتتكلم على القطعه الواحده باسئلتها 9 دقائق تقريبا. فالقطعه الواحده في الانجليش باسئلتها عليها 18 دقيقه، يعني الساينس تقريبا نص الوقت بتاع الانجليش، لان انت بتمتحن الفيزياء والكيمياء مع بعض في امتحان واحد بساعه ونص، بينما الانجليش لا هو واخد ساعه ونص لوحده. فانت بتتكلم في الساينس الوقت، لا الوقت مزنوق قوي والوقت رخم قوي وصعب قوي، واللي ما بيعرفش ان هو يستخدم وقته بشكل مثالي هيغلط وهيغلط كتير. فعشان كده التايم مانجمنت سكيلز مش هتلاقيها قوي في الانجليش، طبعا هي موجوده بس اقصد مش بنفس الاهميه، هتلاقي اهميتها قوي بقى هتظهر فين؟ هتظهر في سيكشن الساينس. طيب يبقى ده كده انواع السكيلز، يعني لما تسمعني بقول لك السكيلز بتاعت الساينس او السكيلز بتاعت الانجليش او السكيلز بتاعت اليو ار تي عموما، تفهم ان هي حاجه من الثلاثه، يا اما سكيلز متعلقه بفهم الباسج، يا اما سكيلز متعلقه بانواع اسئله مشهوره بتتكرر عندي في الامتحانات، يا اما سكيلز متعلقه بمين؟ متعلقه بالتايم مانجمنت وازاي ان انا استخدم وقتي بشكل مثالي. طيب خلينا بقى نخش على، يعني كل ده رغي وكل ده برضه مقدمات يعني، نخش بقى على محتوى السيشن الاساسي، على المين ايدياز اللي انا عايز اتكلم عنها في السيشن. طيب انا عايز اتكلم عن ايه؟ عايز اتكلم عن الباسج ستراكشر، عايز اتكلم عن شكل الباسجات اللي انت هتقابلها في امتحان اليو ار تي بتاعك. شكل الباسجات بايه؟ بمختلف انواعها. يعني الكلام ده هتلاقيه موجود في الانفورماتيف وموجود في البرسويسيف وموجود هنا وهنا وهنا وهناك، ايا كان نوع القطع هتلاقي الكلام ده موجود فيه، ما عدا يمكن اكسبشنز بسيطه هنقولها لما يجي وقتها. بس حاليا نفترض ان الكلام اللي انا بقوله لك ده بينطبق على ايه؟ بينطبق على كل انواع الباسجات اللي ممكن تجي. الباسجات في الغالب بتتكون من 5 باراجرافات، ممكن اكتر، نادرا ما بيبقى اقل، ممكن اكتر وممكن اكتر قوي. يعني ايه؟ يعني في باسجات بتبقى فيها 6 باراجرافات او 7، في باسجات بيبقى فيها 8. فالافريج بيبقى عندنا 5. واكتر اكتريه الباسجات اللي انت هتلاقيها حتى في الكتاب بتاعنا او بره من اي سورس من السورسات الاساسيه او حتى في الامتحانات السابقه، هتلاقي ان احنا عندنا تقريبا 5 باراجرافات في كل باسج. بتتقسم بقى ازاي الباراجرافات دي؟ الكلام ده كله انت هتبقى عارف. بيبقى عندنا انتروداكشن، بيبقى عندنا كونكلوجن، وبيبقى عندنا 3 باراجرافات في النص بيبقوا بتوع ايه؟ بيبقوا بتوع البادي. طيب اللي انت بقى ممكن ما تبقاش عارفه قوي او اللي انت ممكن ما تبقاش مقدر اهميته قوي هي اهميه الانترو، واهميه استخراجنا للمين ايديا بتاعت الباسج بدري، واهميه حاجه اسمها الثيسيس ستيتمنت او التوبيك سنتنس. طيب يعني ايه الكلام ده كله؟ هقول لك والله ان الباسج الكاتب عندي مش شخص رغاي، يعني مش من نوعيه الشخص اللي هو مثلا هيقابلك في الشارع يقول لك شفت اللي حصل ده، انا قابلت محمد امبارح وقال لي كذا 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 وبعدين كلمت ما اعرفش مين وكنت ماشي في الشارع وشفت كذا ورحت كلت كذا. الكلام ده كلام يعني ديس اورينتنج، كلام مش مرتبط ببعضه وكلام ملوش اي علاقه ببعض. لا، ده بيبقى عكس الباسجات اللي انت بتشوفها في اليو ار تي.
الباسج مش بيكتب الكاتب مش بيكتب باسج عشان يجي يصيح معايا او عشان يجي يقعد يشكي لي من همومه مثلا. لا، هو بيكتب باسج بيبقى عنده بيربس معين، بيبقى عنده هدف او غرض معين، وعنده رساله معينه هو بيحاول يوصلها لي. والرساله دي بتبقى ايه؟ بتبقى رساله كوهيرنت وواضحه وصريحه. فاللي بيقرا الباسج صح هو اللي هيعرف يستخرج الرساله بتاعت الكاتب دي بدري، هيعرف يفهم راي الكاتب، هيعرف يفهم ايه هي الحاجه اللي الكاتب بيحاول يوصلها لي، ايه هي الرساله اللي الكاتب بيحاول يوصلها لي، يعرف يفهم مبادئ الكاتب، ايه الحاجات اللي الكاتب بيؤمن بيها، ايه الحاجات اللي الكاتب مش بيحبها. هيعرف معلومات كتيره جدا عن الكاتب من لو عرف ان هو ايه، يركز بس في قرايه الباسج او يقراها بشكل صحيح. طيب، فاهم خطوه واول خطوه في قرايه الباسج بشكل صحيح هي ان انت تستخرج المين ايديا اللي عندك، الفكره الاساسيه من الباسج. بعد كده طيب انا عرفت المين ايديا، والكلام ده على فكره كله هنقول عليه امثله حالا. اسمع بس الكلام نظري، وبعدين هفتح الكتاب وهفتح لك قطعه واوريك ازاي الكلام ده عمليا بيتطبق، واهم من كده هوريك ازاي الكلام ده عمليا مهم، وهوريك ازاي الكلام ده دايركتلي اندايركتلي بيضمن لك درجات في الامتحان بتاعك. بس اصبر على ايه، اسمع بس الكلام نظري وبعدين هوريك كل الكلام ده عملي. طيب، فاحنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان اهم حاجه عندنا ان انا عايز اقرا الباسج مش كاني بقراها قرايه جورنال، او اهم من كده قرايه بوست على الفيس زي ما ناس كتير بتعمل. لو انت تبص على الفيس بتقعد كده تسكن فيه وخلاص وبتعدي ليه؟ لانه كلام مش مهم. لا، هنا الكلام ده كلام زي ما قلت منظم، كلام مرتب، كلام ليه هدف ورساله واحده معينه. فيبقى اهم حاجه انا بحاول اعرف المين ايديا. الكلام ده بعرفه من الانترودكشن، دايما الانترودكشن بتاعتي بيبقى فيها المين ايديا، فبستخرج اهم فكره ايه هي الحاجه الاساسيه اللي الكاتب كتب الباسج عشان يوصلها لي. وبعدين ببدا ادور على حاجه اسمها التوبيك سنتنس، هنتكلم عنها حاجه. طيب، الباسج بيبقى فيها مين ايديا واحده، مفيش باسج ليها اثنين مين ايديا، لان ده كده زي ما قلت ده كده رغي، انه يكلمك عن مين ايديا معينه وبعدين يخش في مين ايديا ثانيه خالص. لا، ده كده هبد. الباسج بتاعتي بيبقى فيها مين ايديا واحده. طيب، وبعدين ليه المين ايديا دي بيبقى في حاجه اسمها سبورتنج ايديا. طيب، من اسمها سبورتنج ايدياز يعني ايه؟ يعني ترجمه حرفيه يعني افكار داعمه. طيب، يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني من الاخر لو انا جيت قلت لك والله ان الكشري هو الاكله اللي بتمثل مصر على سبيل المثال، لو احنا كنا بنحاول مثلا نختار الاكلات اللي بتمثل مصر وانا قلت الكشري. طيب، انا ليه قلت الكشري؟ اكيد انا عندي اسباب، اكيد انا مؤمن بالراي ده لسبب. فلو انا هكتب مسج عن الموضوع ده هيبقى المين ايديا بتاعتي ايه؟ ان الكشري هو الاكله الاساسيه لمصر او الاكله اللي بتمثل مصر. طيب، ما أنا لازم يبقى عندي سبورتنج ايديا، انا مؤمن بالموضوع ده لسبب. انا اكيد شايف ان الكشري هو اللي بيمثل مصر عشان واحد اتنين تلاته. ابدا اعد اسبابي. طبعا ده مثال عبيط، انا بقول اي حاجه، بس هوريك مثال حي لكاتب كان بيتكلم عن الهامرز. وهتشوف المثال حي، هتشوف هو ازاي كان عنده مين ايديا وبعدين بيستخدم السبورتنج ايدياز او الافكار الداعمه دي عشان يوصل الايديا بتاعته. فانا عايزك تتصور الباسج بتاعتي كانها هرم. في قمه الهرم في الكابستون بتاع الهرم انا عندي المين ايديا. طيب، الهرم ده ينفع يقف لوحده؟ او الصخره اللي فوق دي ينفع تقف لوحدها؟ لا، محتاجه ايه؟ محتاجه اعمده. طيب، انا الاعمده دي هي مين؟ هي السبورتنج ايدياز بتاعتي. طيب، انا عندي المين ايديا بنتكلم عنها في الانترودكشن، وبعدين بيبقى ليها من ثلاثه لخمسه سبورتنج ايدياز، كل واحده منهم بتدعم المين ايديا بشكل ما. طيب، كفايه كلام نظري، ممكن توريني كلام عملي عشان افهم انت بتقول ايه؟ هقول لك طبعا ممكن اقول. لو جينا دلوقتي فتحنا الكتاب عندنا، والكتاب هتلاقي عندك موجود بي دي اف على الدرايف، وهبعت لكم باذن الله حالا يعني يعني ريكورد على الجروب اشرح لك فيه الدنيا بالظبط هتمشي ازاي من ناحيه الدرايف والماتيريالز الموجوده فين وهكذا. طيب، المهم ركز بس معايا. انا دلوقتي عندي الكتاب بتاعي اهو، دي الباسج الرابعه عندنا في الكتاب. المهم يعني الباسج دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الهامر. الهامر اللي هي المطرقه الشاكوش. فبيقول لي والله ان الهامر دي اداه قديمه جدا كنا بنستخدمها من 2 مليون سنه. ده كده الانترودكشن. انا عايز بس ادخلك على الحته المهمه. بيقول لي بقى ايه؟ بيقول لي ان not only is the hammer the oldest tool، مش بس ان الهامر هي اقدم اداه احنا استخدمناها كبشر عموما، ولكن it's also the great. يعني الكاتب بتاع الباسج دي هو شايف ايه؟ الباسج دي، بص، شايف الباسج دي كلها مكتوبه عشان ايه؟ عشان الكاتب بيحاول يثبت لي النقطه دي اللي هي المين ايديا بتاعته. بيثبت لي ان الهامر هي الجريتست تول نون تو مان، هي اعظم اداه توصل لها البشر. طيب، هتقولي ده راي سخيف، انا ماليش دعوه، ده راي سخيف، انا ماليش دعوه. انا ليا دعوه بايه؟ ان انا بقرا كلام الكاتب، بحلل كلام الكاتب، وببني عليه فهمي للباترن. فالكاتب بيقول لي ان الهامر از ذا جريتست تول، على عيني وعلى راسي. طيب، ليه انت شايف ان الهامر هي الجريتست تول؟ يعني تصور دلوقتي مثلا ان انت ماشي في الشارع وجي حد وقفك وقال لك والله انا شايف ان الهامر از ذا جريتست تول. اولا هتقول لي انا، هتقول له انا مالي ومالك، انت مين؟ بس لو الكلام ده بقى عليه درجات وعليه امتحان ثانويه عامه هتقف بقى وتحاول تفهم منه. طب تقول له ليه يا عم انت شايف ان الهامر هي الجريتست تول؟ هيقول لك والله الهامر هي الجريتست تول لان هي سيمبل، لان هي باورفول،
لان هي يوسفول. ادي كده انا خرجت ثلاثه سبورتنج ايدياز. يبقى الكاتب شايف اولا المين ايديا بتاعته ان الهامر از ذا جريتست تول. حلو قوي. هو ليه شايف ان هي الجريتست تول؟ عشان ثلاثه سبورتنج ايديا. هو شايف ان هي سمبل وده بيخليها جريت، هو شايف ان هي باورفول وده بيخليها جريت، هو شايف ان هي يوسفول وده بيخليها جريت. فخدت بالك انا عملت ايه؟ كل السبورتنج ايدياز دي هي بتخدم على المين ايديا بتاعتي، هي بتدعم المين ايديا. الهامر سمبل فده بيخليها عظيم، بيخليها اداها عظيم. هي باورفول فبيخليها اداء عظيم او مفيده. يعني هنا كلمه جريتست يعني بتيجي اكتر بمعنى مفيده. فهي سمبل فده بيخليها مفيده، باورفول فبيخليها مفيده، يوسفول فده بيخليها مفيده. طيب انا كده فهمت يعني ايه مين ايديا، يعني ايه سبورتنج ايديا. بص تعالى بقى ناخد نكمل القرايه وهنطلع بملاحظه ظريفه جدا. لو جيت قريت اول باراجراف عندي في البطن، يعني انا قلت انا عندي انتروداكشن اهي، عندي كونكلوجن موجوده في الاخر، وعندي اي حاجه ثانيه دي تعتبر ايه؟ تعتبر جزء من البادي بتاع الباسج. فلو جينا نقرا في البادي هتلاقي بيقول لك ايه؟ The structure of the hammer is relatively simple. الله سيمبل، انا شفت الكلمه دي فين قبل كده؟ شفتها هنا. طيب تاني معلومه انت هتعرفها عن الاستراكشر بتاع الباسج هي ان الباسج بتاع الثلاث سبورتنج ايدياز اللي موجوده هيبقى ليهم ثلاث باراجرافات. يعني اول باراجراف هنا بتتكلم عن مين؟ بتتكلم عن السمبلسيتي بتاع الهامر. بيقول لي والله ان الهامر دي هي ما فيهاش غير جزئين، اللي هي الهاندل بتاعتها الايد، والهيد اللي هي الراس بتاعت المطار. ده بيخليها سيمبل جدا وبسيطه جدا. سيمبل ان انت تبنيها او ان انت تتوصل ليها، وعشان كده حضارات مختلفه جدا توصلت للهامر على مدار السنين، وعشان كده الهامر الاستراكشر بتاعها انتشر ما بين الحضارات بسرعه، وعشان كده هي البشر كلهم بقوا يستخدموها. طيب فيبقى كده الهامر سيمبل. السمبلسيتي دي اللي هو كلمني عنها هنا اتبنت عليها باراجراف كامل. طيب تعالى كده كمل معايا الباور. هتلاقي ان اتبنت عليها باراجراف كامل. اللي منكم عايز يقرا الباراجراف دي يقراها، هي من الاخر بتتكلم على الباور بتاعه الهامر. طيب اليوسفولنس اتكتب عنها باراجراف كامل. برضه الباراجراف دي بتتكلم عن ان الهامر دي يوسفول للناس كلها، اللي عايز يبند او يشيب ميتالز، اللي عايز يعمل تمثال، اللي عايز يعمل سكالبتشر او بوتري، اللي عايز يعمل اي حاجه من الحاجات اللي موجوده هنا، بلاك سميثنج. كل الناس دي بتستخدم الهامر. فيبقى اللي انا عرفته ان انا عندي مين ايديا بستخرجها من الانترودكشن، وهقول لك حاليا ليه كل الكلام ده مفيد، بس اصبر عليا. انا عندي مين ايديا بستخرجها من الانترودكشن. عندي للمين ايديا دي مش بتقف لوحدها. يعني انا اول ما جيت قريت الباسج ولقيت الكاتب بيقول لي ان الهامر از ذا جريت ستول، ماشي ليه برضه؟ مش يعني ايه العلاقه؟ ايه اللي بيخلي ليه مش الشنيور؟ اشمعنى الهامر؟ فهيقول لي والله ان الهامر دي سمبل، وهيبدا يشرح لي هي سمبل ازاي. هيقول لي ان الهامر دي باور، وهيبدا يشرح لي هي باورفول ازاي. هيقول لي ان الهامر دي يوسفول، وهيبدا يشرح لي هي يوسفول ازاي. فبعد ما انا قريت الباسج كده، انا كده المفروض ببص تاني على كلام الكاتب وبقول والله تصدق الكاتب ده كان معاه حق. الكاتب انا في الاول مثلا ما كنتش مقتنع قوي بكلامه، بس بعدين لما قريت السبورتنج ايدياز بتاعته فهمت الدنيا بقت ماشيه ازاي. طيب ليه الكلام ده مهم؟ هقول لك والله الكلام ده مهم لسببين. الكلام ده مهم اولا عشان يخليك تفهم الباسج بسرعه. ان انت داخل بتقرا الباسج، آه مش بتقراها زي ما قلت كقرايه جورنال او قرايه مجله او قرايه بوست على الفيسبوك. لا، انت بتقراها قرايه علميه. انت داخل بتفصص الباسج، انت بتحلل الباسج. انا اول ما قريت الثيسيس ستيتمنت قلت حلو، يبقى دي كده الباراجراف بتاعت السمبلسيتي، دي الباراجراف بتاعت الباور، اللي تحت هي بتاعت اليوتيوب. فهي بتساعدني ان انا اقرا بسرعه، وبتساعدني ان انا افهرس الباسج في دماغي. طيب الكلام ده هيساعدني ازاي برضه؟ هيساعدني ان انا مثلا لو جالي سؤال زي كده بيقول لي which of the following best describes the organization of the passage. الباسج دي متنظمه ازاي؟ طيب انا مش عايز احل الباسج دي، احنا باذن الله اصلا بعد ما نخلص شرح هنحل الباسج كلها. بس انا بوريك مثال. ادي السؤال ده هيتحل ازاي؟ هيتحل بفهمك للترتيب او التركيبه بتاعه الباسج. سؤال زي كده اصلا بيسالني عن الثيسيس ستيتمنت دايركت. هو بيقول لي مباشره خرج لي الثيسيس ستيتمنت من الباسج. فادي سؤال زي كده. طبعا هو انا لسه اصلا ما اتكلمتش عن جزئيه الثيسيس ستيتمنت. الثيسيس ستيتمنت هي ايه؟ هقول لك والله ان في الانترودكشن انا بيبقى عندي جمله بتحدد لي ايه هي المين ايديا، اللي هي الجمله دي: not only is the hammer the oldest tool but it's also the greatest. الجمله دي هي بتمثل لي المين ايديا بتاعت الكاتب. اللي بيربط لي المين ايديا بباقي الباسج هي مين؟ هي السبورت، هي الثيسيس ستيتمنت اللي هي دي. فهي ربطت لي المين ايديا اللي بيخلي الهامر سو جريت. بص كلمه جريت دي راجعه على مين؟ راجعه على دي، راجعه على المين ايديا. فهي ربطت لي المين ايديا بمين؟ بباقي الباسج. لان باقي الباسج بتتكلم عن مين اصلا؟ بتتكلم عن الثلاث نقط دول. فيبقى الثيسيس ستيتمنت عندي تربط لي المين ايديا اللي هي عن الجريتنس بتاعت الهامر، وتربطها لي بمين؟ بالثلاثه سبورتنج ايدياز اللي هي سمبلسيتي والباور واليوز. فهي دي كده بتبقى الثيسيس ستيتمنت عندي. طيب المهم يعني ان بيبقى في عندي اسئله بتسالني مباشره خرج لي الثيسيس ستيتمنت. في بيبقى عندي اسئله بتسالني مباشره عن الاورجنايزيشن بتاع الباسج.
طيب اقول لك بقى حاجه، في اسئله بتبقى زي كده، يجي يقول لي انهي هامر من دول هتبقى capable of generating the most power. طيب انت عارف السؤال ده انت ممكن تفتكر ان هو ملوش اي علاقه باللي انا قلته، بس في الحقيقه هو ليه علاقه. ليه؟ لانك تبقى عارف انا هطلع ادور على اجابه السؤال ده فين. لان الباسج عندنا دي، الباسج دي قصيره، بس في باسجات انا هوريها لك حالا حالا هوريها لك، هتبقى 8 ولا 9 باراجرافات. انت متصور يعني تقريبا الباسج بتبقى صفحتين. فانت لما تيجي تقرا باسج من صفحتين وتبقى مثلا في باراجراف 6، انت اوريدي نسيت ايه هو اللي موجود في باراجراف 1 و2 و3. الكلام ده كله اتمسح من دماغك لان الباسج صفحتين. فانت عمرك ما هتعرف تحتفظ بكل المعلومات دي في دماغك، بالذات مع ضغط الامتحان، بالذات مع ضغط الوقت. الكلام هيبقى صعب جدا. فايه بقى اللي هيفيدك ساعتها؟ ان انت تبقى مفهرس الباسج في دماغك. فلما حد منكم يعمل كده وحد منكم يبقى مفهرس الباسج في دماغه فعلا، هيلاقي ان ايه؟ هيلاقي انه لما يتسال سؤال زي كده يقول ايوه الباور، الباور دي اتكلمنا عنها فين؟ الباور دي اتكلمنا عنها في باراجراف 3. هيطلع يقرا باراجراف واحده بس ويطلع الاجابه بتاعته. طيب حد تاني مش فاهم قوي في لغه الانجليش، او ما اتدربش قوي على لغه الانجليش، ممكن يطلع يقرا الباسج كلها عشان يعمل ايه؟ عشان يطلع اجابه السؤال الواحد. فيبقى ان انت تفهرس الباسج في دماغك ده بيساعدك ان انت تقراها بسرعه، بيساعدك ان انت تقراها ببربس، يساعدك ان انت يبقى كل المعلومات حاضره في ذهنك. طيب المعلومه اللي انت نسيتها او المعلومه اللي انت ما تعرفهاش، انا عارف هطلع ادور فين، انا عارف اني هطلع ادور في الباراجراف بتاعه الباور. ليه؟ لان انا اوريدي محدد كل باراجراف بيتكلم عن ايه بالظبط. طيب انا عايز ارجع سريعا للبرزنتيشن وبعدين هنرجع تاني للكتاب، ما تقلقش، وهنتكلم لسه في امثله تانيه عايز اضربها، بس انا عايز اوريك حاجه سريعا في البرزنتيشن عشان برضو يبقى اللي انا بقوله ده حاضر في دماغك. طيب اللي انا عايزك تعمله وانت بتقرا اي باسج هي دي. شايف ده؟ انا شايف ان السلايد دي واحده من اهم الاختيارات اللي انت ممكن تشوفها في ثالثه كلها في الانجليش بالذات. انا عايزك وانت بتقرا اي باسج، انت شايف، انت مش شايف الباسج ان هي كلمه جنب كلمه جنب كلمه جنب كلمه عملت لي باراجراف، وباراجراف تحت باراجراف عملت لي فلسفه. لا، انا عايزك تشوف الباسج بتاعتك كانها كده بالظبط. هي شبكه، كل حاجه مربطه في كل حاجه، وكل كلمه هي مكتوبه لسبب. لان زي ما قلت لك الكاتب مش قاعد معاك على القهوه وقاعد بيحكي لك عن يوم، لا، هو كل كلمه اتحط في الباسج ليها هدف معين. فانت لما تيجي تقرا الباسج، انت اول ما خلصت الانترودكشن انت لازم تبقى عارف ايه؟ لازم تبقى عارف مين هي المين ايديا. في حالتنا دي المين ايديا عندنا هي ان ذا هامر از ذا جريتست تول. المطرقه او الشاكوش هو اعظم اداه توصل لها البشر. هي دي المين ايديا بتاعتك. عرفت الكلام ده منين؟ من قرايتي للانترودكشن. طيب المين ايديا دي، فاكر لما قلت لك تشبه الباسج بالهرم؟ اهي الباسج هنا زي هرم فعلا. في قمه الهرم انا عندي المين ايديا. طيب هل في هرم ينفع ان هو يقف لوحده؟ لا، الهرم محتاج ايه؟ محتاج اساسات. الاساسات دي هي مين؟ هي السبورتنج ايدياز بتاعتك. فيبقى لما يجي كاتب يقول لي ان الهامر از ذا جريت تول، انا مش مصدقك يا عم. هتثبت لي او هتقنعني بكلامك ازاي؟ هيقول لي والله الهامر دي هي سيمبل تو يوز فده بيخليها جريت. فكل الحاجات دي متربطه ببعضها، يعني هي سيمبل فده بيخليها جريت، هي باورفول فده بيخليها جريت، هي يوسفول فده بيخليها جريت. فبالتالي لما تقرا السبورتنج ايدياز مع المين ايديا انت فهمت الكاتب بيحاول يوصل لك ايه بالظبط. انت فهرست الباسج في دماغك، فعارف ان لو جالك سؤال عن السمبلسيتي هتطلع على باراجراف 2، لو جالك سؤال عن الباور هتطلع على باراجراف 3، لو جالك سؤال عن اليوسفولنس هتطلع على باراجراف 4 وهكذا. فانت فهرست الباسج في دماغك، كل حاجه بالنسبه لك بقت واضحه، كل حاجه بالنسبه لك بقى مكانها معروف. فبالتالي ايه؟ مش هتتوه ابدا في الباسج. اللي منكم بيعمل كده عمره ما هيتوه في اي باسج سواء قصيره او طويله. اللي انا وريتها لك بتاعت الهامر دي قصيره، هوريك واحده دلوقتي حالا صفحتين، يعني باسج من اطول الباسجات اللي هتشوفها في حياتك، وبرضه مش هتتوه فيها لو عرفت تطبق الموضوع اللي انا بقول لك عليه ده صح. طيب اخيرا انا عايز اتكلم على حاجه. انا عايز اتكلم ان المين ايديا بيبقى واقفه على ايه؟ على السبورتنج ايديا. طيب السبورتنج ايديا دي ما هي لازم تبقى واقفه على حاجه. يعني مثلا الكاتب جه قال لي ان الهامر از ذا جريتست تول، قلت له ليه؟ قال لي عشان والله الهامر دي باور. قلت له لا يا عم، الهامر مش باورفول قوي ولا حاجه، او انا مش مقتنع، او انا مش فاهم هو بيتكلم عن ايه. فهيجي يقول لي لا على فكره الهامر دي باورفول عشان هي عندها الهيد كان جنريت سبيد، او سوري الهيد كان جنريت باور، ومن الهاندل عشان عندنا ذراع المقاومه وذراع ما اعرفش مين الكلام اللي خدناه في الليفرز ده، فده بيخليها جنريت باورز عادي. نفس الكلام هنا بيقول لي الهامر سيمبل تو يوز، اقول له والله لا هي مش سيمبل تو يوز. يقول لي لا ازاي؟ ده هي ما فيهاش غير جزئين، فيها الهيد وفيها الهاندل، ربطناهم ببعض عملنا مطرقه، فهي سيمبل تو يوز فده بيخليها جريت. طيب انا عندي كده لو انا هوصف تكوين اي باسج موجوده، بيبقى عندي مين ايديا اهي. المين ايديا قايمه على مجموعه من السبورتنج ايدياز، وكل سبورتنج ايديا منهم واخده باراجراف كامله عشان نثبتها. يعني ايه؟ تعالى بقى نرجع تاني الكتاب وهنقعد شويه في الكتاب.
لو رجعنا هنا، انت دلوقتي قدامك مسجات. احنا قلنا ان المين ايديا دي عشان تقف وعشان نفهمها محتاجين ثلاثه سبورتنج ايديا اهو. طيب عشان نفهم ان الهامر يوسفول هيقعد 5 سطور يشرح لي قد ايه الهامر يوسفول. نفس الكلام عشان نفهم ان الهامر باورفول يشرح لي 5 6 سطور قد ايه الهامر باور. فيبقى كل سبورتنج ايديا من دول بتاخد ايه؟ بتاخد باراجراف كامله ليها، بتبقى هي المين ايديا بتاعت الباراجراف. طيب انا لو جيت اتسالت ايه هي المين ايديا اوف ذا باسج، هقول له ان الهامر از جريت. ايه هي المين ايديا بتاعت باراجراف 2؟ الهامر از ايه؟ از جريت. لا، دي المين ايديا بتاعت الباسج. المين ايديا بتاعت باراجراف 2 ذا هامر از سمبل. المين ايديا بتاعت باراجراف 3 ذا هامر از باور. بتاعت باراجراف 4 ذا هامر از يوسفول، وهكذا. طيب انت محتاج بس اخر حاجه انا عايز اكد عليها، وبعدين هنخش على مثال تاني في قطعه تانيه. فاخر حاجه عايز اكد عليها في القطعه دي ان السبورتنج ايديا هنا بتاخد الباراجراف بتاعتها وبتبقى هي المين ايديا في الباراجراف بتاعتها. يعني السمبلسيتي هنا هي ايه؟ هي بتلعب دور مساعد، بس هنا هي مين؟ هي البطل بتاع الباسج دي نفسها، او بتاع الباراجراف دي نفسها. طيب تعال نخش على مثال تاني القطعه الطويله الساعتين اللي انا كنت بقول لك عليها، عشان برضو تفهم ازاي لو طبقت اللي انا بقوله ده على قطعه سواء طويله او قصيره هتفهمها، وبالنسبه لك مش هيبقى فيها اي مشاكل باذن الله. طيب القطعه دي برضو هتلاقيها موجوده عندنا في الكتاب. القطعه لو جينا بدانا كده، تعالى بقلب بالراحه اهو، ادي واحد اثنين ثلاثه باراجرافز، اربعه خمسه الله سته سبعه ثمانيه تسعه. على مدار قد ايه؟ شوف ادي مثلا ربع صفحه، صفحه كامله، ونص صفحه كامله، يعني حوالي صفحتين الا ربع او صفحتين. باراجراف من اطول الباراجرافز او باسج من اطول الباسجات اللي انت هتقابلها في الكتاب كله. عايز بقى تعرف المفاجاه الكبيره اللي انت مش هتتوقعها؟ الباسج دي كده زي ما هي جت في امتحان، او بلاش زي ما هي، شال منها باراجراف تقريبا. فكانت بدل ما صفحتين الا ربع كانت صفحه ونص في الامتحان. يعني دي ممكن تيجي لي في الامتحان؟ ايوه. طب ما هي صعبه، ايوه ممكن تيجي لك في الامتحان. طيب الباسج دي صعوبتها في ايه؟ لان انواع الصعوبات والكلام ده برضه هنتكلم عنه قدام شويه. انواع الصعوبه في الباسجات ممكن ان هي تختلف. في باسج ممكن تبقى صعبه عشان فيها كلمات كتير، كلمات كتير صعبه يعني وكبيره وكده فما تعرفش تفهمها. في باسج ممكن تبقى صعبه عشان بتتكلم عن موضوع معين مش واضح بالنسبه لنا. في باسج ممكن تبقى صعبه زي دي عشان بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على صفحتين الباسج، يعني معايا صفحتين كاملين، فهي صعبه عشان طويل. فاللي انا بقى بقوله لك ده هيخليك تتغلب على كل الباسجات من النوع ده. يعني اي باسج بتلعب عليه انا باسج صعبه عشان انا باسج طويل، لا شكرا، انت باسج سهله بالنسبه لي. ليه؟ لان انا عارف افهرس الباسج في دماغي، عارف افصصها للاليمنتس بتاعتها، عارف فين المين ايديا، عارف فين السبورتنج ايدياز. الكلام ده هيساعدني جدا. طب تعالى نطبق على المثال. احنا قلنا قبل كده المين ايديا في الغالب هتلاقيها في الانترودكشن، وفي الغالب هتبقى في اخر الانترودكشن. فبيقول لي هنا ان في حاجه اسمها كافوس. كافوس دي اللي هي يعني انت لو قريت هنا على طول هتلاقي ان هي concentrated animal feeding operations، اللي هي مزارع الحيوانات يعني. فبيقول لي والله ان الكافوس دي احنا لازم it should be placed under more stringent restrictions، لازم يبقى فيه restrictions او لازم يبقى فيها قوانين صارمه بتنطبق على الكافوس دي. ليه بقى يا عم الكاتب؟ قبل ما يقول لي ليه، لو انت طلب منك تطلع المين اي دي، فين هنا المين اي دي بتاعت الباسج؟ اللي منكم كان مركز معايا هيقول لي الجزء ده بس. كافوس should be placed under more stringent restrictions. انا شايف ان احنا لازم نحط قوانين وقواعد صارمه تنطبق على الكافوس دي. طيب دي كده المين ايديا. انا مش مقتنع بكلامك، انا شايف ان كلامك غلط. هتقنعني ازاي؟ هيقول لي والله ان انا شايف كده لان because of their unfair treatment of animal، ان هم بينتهكوا حقوق الحيوان، ان هم بيسببوا harm للانفايرمنت، وان هم بيسببوا harm للهيومن. طيب انا عايزك تتوقع معايا اول باراجراف هنا هتبقى بتتكلم عن مين؟ اكيد بتتكلم عن الانفير تريتمنت اوف انيمالز اللي بيحصل في الكافوس. طيب بعدها هتبقى بتتكلم عن مين؟ هتبقى بتتكلم عن ضرر الكافوس على الانفايرمنت. طيب بعدها هتبقى بتتكلم عن مين؟ ضرر الكافوس على الهيومن. بس عشان الباسج دي طويله شويه، فمثلا اول جزء ده اللي هي الانفير تريتمنت اوف انيمالز واخده باراجرافين. هتفرق معاك في حاجه؟ والله ما هتفرق. تاخد باراجراف تاخد باراجرافين مش مهم، المهم ان انت فهمت النظام. فلو انت جيت سالت تحت وقال لك والله ممكن تكلمني عن الضرر بتاع التحفظ على الانيمالز او انتهاكهم لحقوق الحيوان، هتطلع تدور فين؟ تطلع تدور هنا، وهتطلع تدور هنا. يبقى انا كده بالنسبه لك الباسج مش 8 او 9 باراجرافات، بالنسبه لك الباسج قد ايه؟ 2 باراجرافز بس، ده واللي تحته على طول. هتقراهم، هتطلع منهم الاجابه. طيب السؤال اللي بعده هيسالك عن الضرر بتاع الكافوز ناحيه الانفايرمنت. هتطلع تدور فين يا شاطر؟ هتدور في الاثنين باراجرافز اللي تحته. يبقى انت كده الباسج بالنسبه لك مش محتاج تقراها من الاول عشان تطلع ايه؟ عشان تطلع الاجابه منها. لا، انت بتدور في الجزئيه الريليفنت للسؤال بتاعك.
اعرف منين الجزئيه الريليفنت؟ لان انا اوريدي شاطر، واوريدي الباسج في دماغي عاملها على هيئه شبكه، عامل او على هيئه هرم، حاطط فوق خالص المين ايديا، تحتها السبورتنج ايدياز، وبعدين طول ما انا بقرا انا بحدد طيب هي ليه بتعامل الانيمالز وحش؟ هيقول لك والله عشان هي بتنتهك حقوقهم من ناحيه المساحه، ان هي فيلينج بنز تو ذا ماكسيمم كاباسيتي، وهيكلمك يعني عن اكتر من جزئيه، بيبقى فيه الاقفاص دي بتبقى صغيره جدا، بيبقى فيه كذا، بيبقى فيه كذا، هيكلمك عن عوامل كتير بتخلي الكافز ان هي بتنتهك حقوق الحيوان. طيب مش مهم الكلام ده بالنسبه لي، المهم بالنسبه لي ان انا اعرف ايه؟ ان انا اعرف المين والسبورتنج اي دي. مش مهم بقى بالنسبه لي ان اعرف كل التفاصيل. يعني مثلا في باسج زي كده انا لو قعدت اقراها كلمه كلمه وحرف حرف انا عمري ما هخلص، حرفيا عمري. ليه عمري ما هخلص؟ لانها صفحتين، فانا هقعد فيها نص ساعه، وانا الباسج مسموح لي اصلا اقعد ربع ساعه فقط. فبالتالي انا لازم ابقى كرييتيف شويه. طيب هتبقى كرييتيف شويه ازاي؟ فهقول لك مثلا ان على سبيل المثال انا مش محتاج اعرف كل التفاصيل هنا، مش محتاج اعرف كل التفاصيل اللي بتخلي الكافوس بتنتهك حقوق الحيوان. لا انا هحاول اقراها. طيب انا قريتها، فهمت اللي اقدر افهمه، طيب اللي ما قدرتش افهمه خلاص هعديه او هعمل له سكيب. انا ليه بقول لك كده؟ انا بقول لك كده لان التفاصيل دي كلها صعبه قوي ان انت يعني تجمعها، او صعبه قوي ان انت تفهمها في وقت قليل. فاللي انت هتعمله ان انت هتعدي التفاصيل اللي انت شايف او اللي انت حاسس ان مش هقول لك ملهاش لازمه، اللي انت حاسس ان هي ايه مش اسينشال. وكده كده الحاجات دي هنعمل ايه؟ هنرجع لها تاني. كده كده لو انا اتسالت عن حاجه متعلقه بالانفير تريتمنت اوف انيمالز هعمل ايه؟ هقوم راجع تاني، هقوم باصص مره تانيه على الباراجراف دي والباراجراف اللي بعدها واطلع الاجابه. فيبقى انا مش محتاج من اول مره بقرا فيها الباسج ان انا اطلع كل التفاصيل، مش محتاج اعرف كل الاسباب اللي بتخلي الكافوس بتنتهك حقوق الحيوان، او مش محتاج اعرف كل الاسباب اللي بتخلي الكافوس مضره للبشر او مضره للانفايرمنت. لا انا بس محتاج اعرف ايه يعني بشكل جنرال كده، بشكل عام، ايه هي الاضرار بتاعتها على الانيمالز، حاجه او اتنين. طيب لو اتسالت بقى سؤال سبيسيفيك جدا على الجزئيه دي هطلع اقراها تاني واطلع تاني. طيب انا كده دلوقتي اتعلمت ازاي ايه، ازاي برضو اعمل سكيمنج بشكل كرييتيف. طبعا يعني مش دي الطريقه الوحيده اللي احنا هنتكلم عنها، بس دي واحده من الطرق اللي بتساعدك جدا في السكيمنج. ان انا مش محتاج ان انا اقرا كل حاجه، لا اعرف امتى اعمل سكيمنج. هل ينفع اعمل سكيمنج في الانترودكشن؟ لا طبعا، الانترودكشن انا بقراها كلها بالتفصيل الممل وبفهم فيها كل حاجه. طيب انا مش هعمل سكيمنج للانترودكشن يا عم، قريت فيها كل حاجه وفهمت كل حاجه، فهمت فين هي المين ايديا، فهمت السبورتنج ايدياز اللي موجوده عندي. هل ممكن اعمل سكيمنج هنا؟ او هل ممكن يعني ابص كده على سطر واسيب سطر، او اسكيب جمل او كده؟ اه ممكن. ليه؟ لان انت مش محتاج كل التفاصيل، انت محتاج تعرف بشكل عام ان الكافوس مضره. طيب مضره ازاي بالظبط؟ لو اتسالت عليها هطلع طيب فتعالى كده نرجع للبرزنتيشن سريعا، وبعدين هنبقى كده خلصنا الجزئيه دي خالص. طيب معلش ثانيه واحده معايا. طيب خلاص شغلناهم. المهم ان نفس اللي احنا عملناه في الباسج بتاعت الهامر احنا عايزين نعمله تاني. هنعمله تاني ازاي؟ زي كده بالظبط. ان انا دلوقتي عندي المين ايديا ان there should be more regulations on CAFs. جميل قوي زي الفل عظيم، لازم يبقى عندنا ريجوليشنز اكتر لان الكافوس مضر. طيب ازاي تثبت لي يا عم الكاتب ان هي مضره؟ هيقول لي والله ان هي مضره لانها بتعامل الحيوانات وحش، لان هي بتضر البشر، لان هي بتضر الانفايرمنت. طيب ازاي تثبت لي الكلام ده؟ هل انت محتاج تعرف كل الكلام اللي هنا؟ لا، ده شوف ده انا لخصت لك باراجرافين في ايه، في جمله او جملتين. انت بس محتاج تبقى عارف ان الكافوس دي بتكوميت انيمال كرولتي، ان هي فيها يعني سوء تعامل ناحيه الحيوان. ازاي بالظبط مش مهم قوي تعرف، هنعرف امتى بقى؟ هنعرف امتى لو اتسالنا عليها نطلع نتاكد من التفصيله دي تاني. نفس الكلام هنا، ازاي هي بتهارم الهيومنز؟ والله في ثلاث اربع طرق اتذكروا في الباسج. انت ممكن وانت بتقرا كده سريعا تطلع لك بطريقه او اتنين، جميل عظيم، مش يعني برافو عليك، مش محتاج تعرف الاربعه. طيب لو اتسالت لا هتطلع تدور عليهم تاني. فانت ممكن وانت بتقرا كده اول مره انت عارف هي بتهارم الهيومنز ليه؟ لان في البيئه دي بيحصل سبريدنج للديزيزز، فبالتالي وبيبقى عندنا unsanitary conditions، او بيبقى عندنا ظروف غير صحيه. بس اعرف الجزئيه دي. هل محتاج اعرف تفصيل اكتر؟ لو اتسالت عليها فبس. يعني فانتوا كده اظن الموضوع بالنسبه لكم بقى واضح جدا. الباسج ستراكشر دي احنا بنتكلم عنها لانها مهمه جدا في فهم كل انواع القطع، ان انت تعرف يعني القطعه في دماغك تبقى واضحه جدا، انت شايفها بالشكل الهرمي ده كده، انت شايف القطعه بالنسبه لك بنفس الشكل اللي انا بتكلم عنه اهي. دي كده المين ايديا، دي المين ايديا بتاعت باراجراف 1، دي المين ايديا بتاعت باراجراف 2، دي المين ايديا بتاعت باراجراف 3، وكل واحده من دول بيبقى ليها كلام هي واقفه عليه. مش محتاجين نعرف قوي الجزء ده. اهم حاجه بالنسبه لي مين؟ المربع ده. شايف المربع اللي انا برسمه بالبوينتر هنا؟ ده بالنسبه لي اهم حاجه. اعرفه وانت كده زي الفل، انت كده ضمنت 8 من 10 اسئله. طيب والاثنين التانيين هيبقوا موجودين في الجزئيه دي، هيبقوا موجودين في السبيسيفيكس، ودول لو احتاجنا السبيسيفيكس هنطلع ان احنا ندور عليه. طيب انا كده خلصت اللي عندي في جزئيه ايه؟ في جزئيه الشرح.
اي حد عنده اي اسئله في الكلام اللي انا قلته ده، او حاجه مش فاهمه، او حاجه مش فاهمها، حاجه عايز تسال عنها اكتر او تستفسر عنها اكتر، انا معاكم على الواتساب. آه، ابعت لي اسالني، بنرد باذن الله على كل الرسائل في وقت سريع. طيب ده كده ايه بالنسبه لجزء الشرح. طيب كده احنا خلصنا كل اللي انا كنت عايز اتكلم عنه زي ما قلت من ناحيه الشرح. عايزين نبدا نحل. في العادي احنا لما بنيجي نحل في اخر السيشن كده بنحل يعني ممكن ممكن قطعتين، ممكن 3 قطع، على حسب آه، الحاجات اللي احنا شرحناها، وعلى حسب احنا عايزين نضرب امثله قد ايه. بس في السيشن دي عشان زي ما قلت انا عايزها تبقى سيشن قصيره كده، وتبقى سيشن خفيفه وظريفه، عشان دي اول سيشن عندنا، فهنحل قطعه واحده بس، القطعه اللي احنا بدأناها بتاعه الهامر. وبعدين باذن الله هينزل لكم الاساينمنت بتاعكم هتحلوه وهيتصحح، وهو ده الريتم اللي احنا بنمشي عليه. اخر كل سيشن شرح بنحل لنا قطعه او اتنين او ثلاثه على حسب السيشن نفسها. بعدين بينزل اساينمنت برضه بيبقى نفس الكلام، فيه قطعتين او ثلاثه بتحلوه، بنصححه او بينزل لكم اجاباته ريكوردد يعني، بتصححوا لنفسكم، وبعدين بننقل اسبوع ساينس واسبوع انجلش وهكذا. طيب المهم خلينا بقى نرجع تاني، عايزين نحل الباسج بتاعت الهامر دي. احنا اوريدي قرينا منها حاجات كتير. اوريدي عرفنا ان المين ايديا بتاعت الباسج دي ان الهامر هي الاولدست تول. اوريدي عرفنا ان هي سوري، ان مش بس هي الاولدست تول ولكن كمان هي الجريتست تول. عرفنا ان هي جريت لانها سيمبل، لانها باورفول، ولانها يوسفول. طيب تعال نفهم العمليه دي. بيقول لي ان هي سيمبل. هي سيمبل ازاي؟ بيقول لي والله هي سيمبل لانها مكونه بس من جزئين، composed of two parts او two main parts، اللي هي ايه؟ الايد والراس بتاعت المطار. الايد بنستخدمها to swing the hammer، والهيد is used to hit other objects. طبعا انت لو فاهم ان الباسج دي بسيطه فهي بسيطه فعلا. احنا الكلام ده لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان احنا مسمينها ايه؟ مسمينها جريد 8. احنا قلنا ان احنا مقسمين الكتب او مقسمين الكتاب بتاعنا على هيئه ليفلز، او على هيئه يعني مستويات صعوبه. فده كده جريد 8 اللي هو اسهل مستوى صعوبه عندنا، وقلنا قبل كده وهنقولها تاني، كل المستويات الصعوبه اللي هنا جه منها قبل كده في الامتحان. يعني ما فيش قبل كده قطعه في الامتحان جت من جريد 7، فمش هتلاقيني حاطط لك جريد 7. انا حاطط من اول جريد 8 وانت طالع. جريد 8 ده مين اللي مقسمه؟ هل انا اللي عامل التقسيمه دي او هل انا اللي مرتكزها؟ هقول لك لا، هقول لك هي متقسمه كده على الويب سايتس اللي احنا بنجيب منها القطع بتاعتنا، اللي هي انجلش فور ايفري ون وريد ثيري. فهتلاقي ان انا مقسم لك الكتاب بنفس الطريقه دي. فاحنا حاليا بنحل من جريد 8 اللي هو اسهل ليفل جه قبل كده في الامتحانات. جه على فكره قطعتين او 3 قطع من جريد 8 على مدار السنين، فبيجي منه عادي جدا، وفي احتماليه كبيره انه يجي لك في سنتك، مفيش اي مشكله. فاحنا بنحل منه. بس لو بالنسبه لك شايف ان ده سهل فهو فعلا سهل. ما تفتكرش ان ده اليو ار تي، ما تفتكرش ان اليو ار تي هو القطع كده، لا، في قطع اصعب بكتير جدا هنشوفها. في قطع طويله، وفي قطع صعبه، وفي قطع مليانه كلمات صعبه وتريكي وفوكاب صعبه وكلام زي كده، وهنتعلم ازاي نتعامل مع كل دول. فاحنا بنبدا بالسهل، وبعدين مع الوقت هنوصل للصعب. فاللي انا بحاول اقوله ما تستعجلش، ما تستعجلش، كل حاجه هتيجي في وقتها. طيب خلينا نرجع تاني. الباسج 4 عندنا، المهم يعني كنا بنتكلم عن الهامر وقلنا ان هي سيمبل لانها ما فيهاش غير جزئين بس. كمان مش بس هي سيمبل، لا، اتس able to generate tremendous power. بت يعني بيطلع منها او بينتج عنها باور كبيره جدا، او قوه عظيمه جدا. طيب القوه دي بتيجي منين؟ بيقول لي والله لان بتيجي اولا من الويت اوف ذا هيد. الهيد دي تقيله، فانت كل ما زودنا الويت بتاع الهيد كل ما زودنا كميه الباور اللي الهامر بتقدر ان هي تطلعها. كمان السبيد at which the hammer is swung، سرعة السوينجنج بتاع الهامر كمان بتحدد كمية الطاقة اللي هتطلع. فهنا هو بدأ يشرح لي كلام علمي، وده هنا بقى تطبيق على المعلومة اللي احنا لسه قايلينها حالا. انا قلت ايه؟ قلت ان احنا بنقرا وبنحاول ان احنا نفهم الاساسيات من كل باراجراف. بس هل انا محتاج افهم الباراجراف كلها؟ لا، انا بفهم المين ايديا بتاعت الباراجراف ان هي الهامر از باورفول، وبحاول افهم شوية تفاصيل صغيرة. طيب لو ما حاولتش افهم او لو ما عرفتش افهم كل حاجة مفيش مشكلة. ليه؟ لان انا مش شرط اتسال على التفصيلة دي بالتحديد. فانا هنزل على الاسئلة، ولو اتسالت هطلع ادور تاني. طيب انا محتاج اطلع بايه من الباراجراف الجميله الظريفه دي؟ محتاج اعرف ان الباور بتاعتي بتيجي من الويت اوف ذا هيد، وبتيجي من السبيد بتاعه الهامر. طيب ازاي بالظبط؟ هيقعد بقى يقول لي والله اصل انت عندك الفولكرم وعندك مش عارف مين، وهيحكي لك الكلام اللي خدناه في سنه 5 ابتدائي بتاع الليفرز والكلام ده. فبيقول لك يعني ان a longer handle means increased speed، ان كل ما زودنا الايد الطول بتاع الايد كل ما ده اداها سرعه زياده، وكل ما اديناها سرعه زياده كل ما اديناها ايه؟ كل ما اديناها باور. يبقى دلوقتي لو عايز ازود الباور انا سمعت 3 طرق: زود الويت بتاع الهيد، زود السبيد، او زود ايه؟ او زود الطول بتاع الهاند. فهنا عاد لي تاني اكد لي على نفس الفكره ان الويت بتاع الهيد مع السبيد هما الاثنين بيدوا الهامر سو ماتش باور. طيب هيكلمني هنا عن ايه؟ عن اليوسفولنس. فبيقول لي والله ان هي has an exceptionally wide range of useful applications. احنا بنستخدمها بطرق كتير جدا، وهي مفيده بالنسبه لنا في مجالات كتير. طيب زي ايه مثلا يا عم الكاتب؟ هيقول لك والله مثلا ان الاوبفيوس اكتر حاجه واضحه عندنا ان احنا لو عندنا مسمار، في مسمار عايزين ندقه هنستخدم الهامر. طيب بس هي ليها استخدامات تانيه كتير.
زي مثلا بريك ابارت هارد اوبجكتس زي البريك والكونكريت. عايزين نكسر اي حاجه، طوب، اسمنت، حاجات زي كده، معاك مين؟ معاك الهامر بتاعتك. عايزين بنستخدمها في الميتال وورك، لو احنا شغالين مع ميتال او مع ستيل وعايزين نبند الميتال او عايزين نغيره او نغير شكله او كده، بنستخدم مين؟ بنستخدم الهامرز. بنستخدمها في السكالبتشر او في البوتر، في صناعه الفخار، او في النحت لو انت بتعمل تماثيل. بتستخدمها في البلاك سميثنج لو انت حداد. بتستخدمها لو انت بتعمل جولري، لو انت بتعمل مجوهرات فبتستخدمها كتير. ممكن حتى تستخدمها كسلاح تدافع بيه عن نفسك في حالات طارئ. فانت الهامر دي ليها استخدامات عديده جدا، وده بيخليها واحده من اكتر الادوات اليوسفول اللي موجوده عندنا. وفي الاخر خالص الكاتب قفل بالجمله الختاميه بتاعته ان الهامر truly is a great tool simple powerful useful. نفس الكلام اللي قاله فوق بيعيده تاني في الكونكلوجن، زي ما انت بتعمل في البوستر بتاعك بالظبط كده. هي دي الباسج. يبقى عندك انترودكشن بتلخص فينا هتكلم عن كذا كذا كذا، بعدين بتحكي الكلام اللي عندك، بعدين في الاخر بتقول، بتحط الكونكلوجن بتاعتك اللي هي من الاخر بتبقى بارافريزنج للانترودكشن. فاغلب الكونكلوجنز اللي هتقابلها هتبقى بارافريزنج للانترودكشن. فبيعيد هنا نفس الكلام، بيقول لك ان الهامر ترولي از ا جريت تول، هي اداه عظيمه، هي سيمبل، هي باورفول، هي يوسفول، وهي رمز من رموز العمل، واحده من اهم رموز العمل كمان. هي بتريبريزنت الهارد ورك وبتريبريزنت السبيريت بتاعت الهيومن اندستري. اي كلام دش ملوش لازمه. طيب تعال نخش على الاسئله اللي عندنا. اول سؤال بيسالني على ايه؟ بيسالني على الثيسيس ستيتمنت. هو اداني تعريف الثيسيس ستيتمنت اللي هي ايه؟ هي جمله واحده that clearly communicates what the author plans to discuss in the passage. احنا قلنا قبل كده ايه؟ قلنا قبل كده ان الانترودكشن، سوري انا نزلت طلعت فوق خالص. قلنا قبل كده ان الانترودكشن عندنا بيبقى فيها حاجتين. احنا بنحاول اولا نستخرج منها المين ايديا، واكتشفنا هنا ان الجمله اللي بتمثل المين ايديا اللي هي الجمله دي. تمام، دي كده المين ايديا بتاعتنا. ثانيا احنا بنحاول نستخرج الثيسيس ستيتمنت لو موجوده. وقلنا الثيسيس ستيتمنت بتعمل ايه؟ قلنا ان هي بتربط لي ما بين المين والسبورتنج ايدياز، وهي الباسج اصلا ما فيهاش غير هي مين ايديا واحده وعليها شويه سبورتنج ايدياز. فيبقى كده كاني بقول ايه؟ بقول ان الثيسيس ستيتمنت بتجمع لي الباسج كلها او بتلخص لي الباسج كلها في جمله واحده بس. هو ده الدور بتاعها. طيب لو انا عايز الخص الباسج دي في جمله واحده هقول ايه؟ هقول ان الهامر سو جريت لانها سمبل باورفول يوز. شكرا. اذا مين هي الثيسيس ستيتمنت عندي؟ اهي. يبقى كده السؤال ده اتحل بمجرد ايه؟ بمجرد ان انت عارف اصلا يعني ايه كلمه thesis ستيت. طيب زي ما قلنا هنا الاختيار هيبقى دي. السؤال اللي بعده بيقول لي انهي من دول بيوصف لي الاورجنايزيشن بتاع الباسج. طيب الباسج بتاعتي دي كانت اورجنايزد ازاي؟ احنا قلنا قبل كده ان انا عندي انتروداكشن اهي. اول باراجراف عندي خالص كانت الانتروداكشن، بعدين عندي ثلاثه باراجرافز من البادي، بعدين عندي كونكلوجن. ده ابسط اورجنايزيشن هتشوف. انتروداكشن، سبورتنج باراجرافز، كونكلوجن، اللي هو اوبشن 8. طيب حد هيقول لي هو اصلا ينفع يبقى في ستراكشرز مختلفه؟ هقول لك ايوه، ولما يجي وقتها هتشوفها. يعني في القطع الناريتيف مثلا بيبقى في ستراكشر مختلف بنسبه كبيره عن الاستراكشر اللي احنا شرحناه. في القطع اللي هي بتبقى بروبلم اند سولوشن، اللي هو بيوصف لي مشكله وبعدين بيوصف لي الحلول، بيبقى في ستراكشر مختلف شويه عن اللي احنا شفناه. بس اوفر اول ده اكتر ستراكشر شائع، شائع هتشوفه، واكتر ستراكشر متكرر في كل القطع، او بلاش كل يعني، بس في اغلب القطع اللي بتيجي سواء في الامتحانات او اللي هتشوفها في الكتاب بتاعنا وانت بتقرا. طيب فالاجابه هنا هتبقى اوبشن ايه. وفي كل الاسئله دي طبعا انا نسيت اكد على الجزئيه دي، في كل الاسئله انت بتوقف بتجاوب انت الاول وبعدين بتسمع الاجابه. ما تبقاش ان انت بتتفرج على حد بيحل لك وخلاص، لا انت تبقى بتحل وفي نفس الوقت بتسمع الاجابه عشان تتعلم. طيب بيقول لي هنا انهي هامر من دول هتديني الموست باور. طيب انا اوريدي عارف ان انا لو عطلت في السؤال ده هطلع ادور فين؟ هطلع ادور في باراجراف 3. طيب تعال الاول نشوف انا هعطل ولا لا، وبعدين نشوف لو عطلت هطلع ادور فين. فاحنا لسه قايلين حالا ان انا عايز الموست باور. طيب هو كان ايه اللي بيورد لي الموست باور؟ انا بحاول افتكر، مش فاكر. طيب هعمل ايه؟ هطلع هنا هلاقي ان اللي بيورد لي الموست باور هو مين؟ هو الهيد. يعني the heavier the head، كل ما الهيد كانت اتقل ده بيديني باور اكتر. the faster it swung، وكل ما كانت بتتحرك بسرعه او كل ما كان بنعمل السوينج بسرعه كل ما ده هيديني باور اكتر. طيب فبالتالي انا بدور على حاجه ايه؟ عندها هيفي هيد زي هنا وعندها هاي سبيد. طب ما هو قال لي في الباسج ان الهاي سبيد بتيجي منين؟ بتيجي من اللونج هاند. فاحنا قلنا عندنا ثلاث طرق، يا اما يبقى عندك هيفي هيد، يا اما يبقى عندك هاي سبيد اللي هي بتيجي عن طريق اللونج هاند. فالاجابه الصح هنا هتبقى سليدج هامر. عندها لونج هاندل، الايد بتاعتها طويله جدا فبتبقى سوانج بسرعه، كمان عندها افيري هيفي هيد فبالتالي بتجنريت باور عاليه جدا. هل انا عايز حاجه فيها لونج هاندل بس الايت هيد؟ لا طبعا. هل انا عايز ميديوم لينث هاندل وسمول هيد؟ لا ده انا عايز بيج هيد ولونج هاندل. طيب السؤال الرابع بيقول لي الناس اللي هتستخدم الهامر في الورك are all of the following except. ودايما تاخد بالك اكتر حاجه بتوقع الناس، وانا بنبهك على الموضوع ده من دلوقتي عشان انا عارف ان انت هتغلط فيه في المستقبل.
اكتر حاجه بتوقع الناس كلمه زي اكسبت، يجي يرمي لك في النص كده كلمه نوت، يقول لك will not should not all of the following except. فانت تركز قوي وتبقى عينك في وسط راسك وانت بتقرا السؤال. قريت السؤال غلط انت طيرت درجه كامله، او طيرت، يعني انت السبعه درجات عندك بواحد في المية. فشوف انت بقى الدرجه الواحده تعتبر كام. بس ستيل يعني رقم كبير. الدرجه الواحده حرفيا ممكن تفرق 15 مركز ما بينك وما بين زميلك، يعني زميلك اللي معاه درجه واحده عليك تفرق 15 مركز، فما تستقلش بكلمه درجه دي يعني. طيب المهم، احنا قلنا ان كل الاتي، او مش الدرجه يعني 1%، بس المهم احنا قلنا هنا ايه، قلنا ان كل الاتي او كل الناس اللي موجود عندي في الاختيارات هيستخدموا الهامر ما عدا نقط. السكالبتور هيستخدم الهامر ولا لا؟ اقول لك والله، احنا اولا بنتكلم هنا على ايه؟ بنتكلم عن اليوسفولنس بتاعه الهامر. يبقى انا هطلع ادور فين؟ قول معايا، هطلع ادور فين؟ اطلع ادور في باراجراف 4. الله ينور عليك. هطلع ادور هنا. طيب هل السكالبتور هيستخدم؟ طبعا، ما احنا قلنا في صناعه السكالبتشر او في صناعه التماثيل، او النحت عموما هنستخدم هامر. يبقى النحات هيستخدم، هيستخدم. طيب an artist who makes earrings. earrings دي احنا شفناها فين؟ شفنا كلمه earrings دي فين؟ شفناها هنا لما قال لك ان انت crafting jewelry. ما شفناش الكلمه بالنص، بس هو هنا بقى ايه، محتاج شويه تشغيل دماغ. ما انت عارف الجولري يعني ايه؟ يعني مجوهرات. فانت الشخص اللي بيعمل مجوهرات ما هو بيعمل حلقان طبيعي جدا يعني. فيبقى الشخص اللي بيعمل حلقان هيستخدمها. A carpenter نجار هيستخدمها طبعا. طيب مين اللي مش هيستخدمها هنا؟ The driver of a concrete mixer. حد هيقول لي الله، بس انا شفت كلمه كونكريت دي، لو احنا جينا طلعنا فوق هقول لك صح، معاك حق. كلمه كونكريت موجوده، بس اقرا الكونتكست كله. بيقول لك ان انت ممكن تستخدمها عشان تكسر ابريك او كونكريت او حاجه زي كده، تكسر اسمنت او تكسر طوب. بس شوف هنا هو بيقول لك ايه. بيقول لك the driver of a concrete mixer. الشخص اللي بيسوق، عارف انت العربيه بتاعت الاسمنت اللي بتشوفها في الشارع دي، اللي منكم مش عارفها دور على جوجل هتشوف صورتها يعني هتعرفها على طول. السواق. هو هنا الجمله دي كان ممكن تقولي سواق اي حاجه، the driver of a bus مش مهم، سواق وخلاص. السواق هيستخدم الهامر في ايه؟ ملوش اي استخدام للهامر. قال لي انت لو عايز تكسر اسمنت او لو عايز تكسر طوب استخدم الهامر. بس هل السواق هيحتاجها؟ لا. سؤال خمسة هنا، هو بيسأل عن، هو يعتبر سؤال سينونيمز وانتونيمز، يعني هو بيسأل عن معنى كلمة كوينتسنشال. فاحنا لسه ما اتكلمناش عن السينونيمز والانتونيمز، فطبيعي الأسئلة دي هتبقى صعبة عليك شوية. فمنكم يعني انت افكس السؤال ده، جرب كده تحله. لو ما عرفتش تحله خلاص اسمع شرحه وخلاص يعني. بس احنا لسه بإذن الله هنتكلم عن أسئلة السينونيمز والانتونيمز ده أول. ثانيا، السؤال ده من اصعب اسئله السينونيمز والانتونيمز اللي موجوده في الكتاب كله. ايه رايك بقى؟ يعني شوف، ده في ليفل 8، بس ده واحد من اصعب الاسئله اللي هتلاقيها موجوده في الكتاب كله. فانت حتى ممكن تسمع شرح السينونيمز والانتونيمز وما تعرفش تحل. بس المهم يعني خلينا نمسك السؤال ده واحده واحده ونخلصه واحده واحده. وباذن الله حتى في السيشن بتاعت السينونيمز والانتونيمز هيبقى لينا كلام مخصوص عن السؤال ده، لان زي ما قلت لك هو سؤال صعب وسؤال رخم حبتين ثلاثه اربعه يعني. طيب السؤال بيسالني عن معنى كلمه كوينتسنشال، بس مش بالظبط. هو بيقول لي انهي جمله من دول بتوصف لي حاجه تعتبر كوينتسنشال. طيب فاحنا اولا محتاجين نعرف يعني ايه كوينتسنشال، وبعدين نشوف الجمل دي بتوصف الكلمه ولا لا. الكاتب هنا قال لي ان الهامر دي هي جريت تول، هي اداه عظيمه. اتس سمبل باورفول اند يوسفول. جميل زي الفل. ا كوينتسنشال سيمبل اوف ليبر. يبقى هو بيوصف الهامر ان هي رمز من رموز العمل. بس ايه، مش رمز وخلاص، لا ده رمز كوينتسنشال. يعني ايه؟ في الغالب هو طالما هو قاعد بيشكر في الهامر طول الباسج، ففي الغالب هتبقى معناها ايه؟ هتبقى حاجه ايجابيه، هتبقى آه رمز مهم، رمز اساسي، رمز محوري، رمز ناصع، يعني زي ما نقول مثال كده، يبقى يعني واضح وكبير. فهو رمز كبير، رمز واضح، حاجه زي كده. كل ده يعني ايه؟ معاني ايجابيه بوزيتيف بتشكر في الهامر وبتعلي من المقام بتاعه. فاحنا بندور على حاجه زي كده، بندور على حاجه كويسه، حاجه سبيشال، حاجه مميزه، حاجه يونيك. اي حاجه من الكلام ده ينفع. فلو جينا قرينا اول اختيار هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان في طفل آه بياكل سيريال، ولقى في اخر السيريال بوكس فيه لعبه. فقعد يدور على اللعبه عشان يطلعها، وفي الاخر اكتشف ان هي ايه؟ اتشيب بلاستيك توي كار. عربيه صغيره كده بلاستيك. لعب بيها شويه، لعب بيها 3 4 دقائق ورماها، واللعبه ما عجبتوش خالص. يبقى الجمله دي بتوصف لي حاجه فيها ايه؟ فيها ديس ابوينتمنت، حاجه فيها آه، حزن، او مش حزن بقى، فيها احباط. ان هو كان مستني حاجه وكان هوبفول، كان بيدور وكان عايز يلاقي حاجه يعني حلوه، حاجه تعجبه، لعبه كويسه. ولكن اكتشف في الاخر ان هي ايه؟ اكتشف في الاخر ان هي لعبه رخيصه ووحشه وما عجبتوش خالص. فدي حاجه فيها احباط، ان هو كان مستني حاجه وبعدين ما لقاهاش. هل ده اللي احنا بنتكلم عنه في الباسج؟ لا طبعا. دي حاجه بتوصل لي ايموشن نيجاتيف. واللي انا الكلمه دي لازم تبقى بوزيتيف، ايا كان معناها ايه، بس لازم تبقى بوزيتيف، ما ينفعش ان هي تبقى نيجاتيف خالص. طيب بيقول لي هنا ان في اغاني كتير بتمثل
الصعوبات اللي واجهها الجنود في حرب فيتنام. طيب ايه علاقه ده باي حاجه انا اتكلمت عنها؟ الجمله دي جمله راندوم جدا، ملهاش علاقه باي حاجه، هي حرفيا محطوطه عشان تلخبطك، الجمله ملهاش اي معنى ولا ليها اي علاقه باللي احنا بنتكلم فيه نهائي. طيب اوبشن دي بيقول لي والله ان اول 3 شهور من حياه الطفل كان بيعيط على طول وما كانش خلينا عارف ننام، او ما كانش مخلينا ننام يعني. بس لما بدانا عملنا روتين مهم، او روتين يعني ثابت، الطفل بقى بينام وما بقاش بيعمل لنا اي مشاكل. طيب يبقى الجمله دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الروتين، حاجه ان حاجه تبقى روتين، حاجه تبقى متكرره على طول. بس برضو مش ده اللي احنا بنتكلم عنه، اللي احنا بنتكلم عنه هو اوبشن سي. اوبشن سي بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله ان نيويورك فيها مباني كتيره جدا، كلها impressive، يعني المباني اللي فيها كلها very impressive، ولكن what visitors tend to remember the most، الحاجة اللي كل الزوار أو كل السواح بيفتكروها عن نيويورك هي مين؟ هي the signature yellow taxi cabs، هي التكوسة الصفراء اللي موجودة في كل مكان، that appear nearly everywhere. يبقى دلوقتي السواح لما يروحوا نيويورك مش بيفتكروا منها ناطحات السحاب، ولا بيفتكروا العمارات الكبيرة، ولا بيفتكروا كذا ولا كذا. طيب بيفتكروا إيه؟ بيفتكروا التكوسة الصفراء اللي موجودة في كل حتة، لأن اليلو تاكسيز دي بتمثل ايه؟ هي رمز من رموز نيويورك، هي رمز بيعبر عن نيويورك. زي بالظبط ما الهامر عندنا هي رمز من رموز العمل. بس زي ما قلت لك السؤال ده رخم قوي وصعب قوي، وباذن الله يعني بعد السيشن بتاعت السينونيمز والانتونيمز السؤال ده ممكن يبقى اوضح شويه بالنسبه لك، لان هنتكلم بقى عن كل التكنيكس اللي ممكن نستخدمها عشان تساعدنا ندور على اجابه. بس اعرف ان هو واحد فعلا من اصعب اسئله السينونيمز اللي موجوده في الكتاب كله، فما تشغلش دماغك بيه قوي. وحتى بالنسبه للامتحانات لو هنقارنه بصعوبه الاسئله اللي في الامتحانات، تقريبا يعني سؤال زي بنفس الصعوبه دي ما جاش قبل كده في امتحان أصلاً. فحتى لو انت يعني اللي منكم عارف يجاوبه برافو عليك، شاطر عظيم. بس اللي منكم ما عرفش يجاوبه ما فيش مشكله، ما تفتكرش ان دي يعني ده حتى اصعب من مستوى الامتحان بتاعك. طيب المهم ان احنا كده خلصنا، يعني خلاص الباسج ما عليهاش اي اسئله تانيه. فاحنا كده خلصنا كل الكونتنت اللي انا كنت عايز اشتغله في السيشن. باذن الله يعني اتمنى ان هي كانت سيشن مفيده. السيشن دي احنا حاولنا نستبلش فيها الاساسيات، الكلام بقى ده اللي انا قلته في السيشن دي هنستخدمه باذن الله، هتلاقيه في كل السيشنات الجايه، هتلاقينا بنريفرنس يعني ايه من ايديا، يعني ايه سبورتنج ايديا، يعني ايه كذا، يعني ايه ثيسيس ستيتمنت. كل الكلام ده خلاص المفروض ان هو دلوقتي بقى بالنسبه لنا معروف، وبقى بالنسبه لنا واضح ومتفق عليه، مش هنغلط فيه تاني او مش هنسال عنه تاني. فباذن الله يكون الاساسيات دي وضحت، لان هنحتاجها جدا في المستقبل. وباذن الله السيشن كانت لطيفه كده وظريفه وخفيفه عليكم، يعني ده اللي انا كنت بحاول اعمله في الاساس. واتمنى تكونوا استفدتوا. اللي منكم عنده اي اسئله يبعت لي على الواتساب، وغير كده باذن الله اشوفكم على خير يا شباب في كل السيشنات الجايه.